السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أمير حميدة مع تيتشر فور أمريكان دبلومة. كتير من ولادنا عايزين يعلوا السكور بتاعهم، خاصة المرحلة اللي فاتت والترايل اللي فاتت كانت عندنا مشاكل ما بين ناس بتقول لك أنا كنت حليت كويس في الامتحانات وفي الآخر لقيت السكور مش كويس، فأعمل إيه خلال الفترة اللي جاية؟ وجهة نظري إن حضرتك دلوقتي أول حاجة لازم تغير طريقة مذاكرتك، أو بمعنى أصح لازم تعلي من عدد الساعات اللي انت بتشتغلها على مدار اليوم الواحد. لو انت اوريدي بتذاكر سي مثلا نص ساعه النهارده في الترايل اللي فاتت، لازم الترايل دي هتذاكر ساعه. ولو انت بتذاكر ساعه هتذاكر ساعتين. لازم دبل الافورت. لازم تكتب في ورقه وقلم دايما جنب منك، امسك ورقه وقلم كده واكتب وقول يا ترى انا عملت ايه في الترايل الاولانيه. والله انا عملت ذاكرت ساعه في اليوم، لا دلوقتي يبقى انا هذاكر ساعتين. والله كنت شغال مع تيتشر ما حسيتش ان هو بالقوه الكافيه، لا هبص على تيتشرز تانيين. والله لقيت نفسي كنت بحل امتحانات عدد امتحانات قليل، لا المره دي هحل عدد امتحانات كبير. ما كانش معمول لي دايجنوستيك اكزام او تحديد مستوى عشان يتعرف مستواي ايه هو، لا المره دي لما اخش مع تيتشر لازم يعمل لي دايجنوستيك اكزام او تحديد مستوى عشان اعرف الويكنس اللي انا هشتغل عليها وخلاص. ده انا كلامي كله طبعا للطلبه بتوع جريد 11 وجريد 12. ولكن خلينا نقول اول حاجه، احنا قلنا ان انت هتعمل دبل ايفورت. طب تاني حاجه هتعمل ايه؟ تاني حاجه هتجرب مدرس تاني وتالت ورابع وخامس لغايه ما تلاقي مدرس تستقر عليه وتحس ان دوت هو اللي هيقدر يعلي السكور بتاعك. عن طريق ايه؟ عن طريق انك تخش معاه حصص فور فري. وانس انك دخلت حصص فور فري مع اي تيتشر من التيتشرز الافاضل، هتلاقي حضرتك الموضوع بقى سهل جدا بالنسبه لك انك تقدر تحكم ما بين واحد والتاني والتالت. بس اهم حاجه وانت بتحكم على التجربه اللي انت بتاخدها مع التيتشر اكس او واي، لازم تبقى عارف ان التجربه دي ما تدفعش ثمنها. يعني ايه ما تدفعش ثمنها؟ يعني ما تدفعش حق البرايفت دوت. ليه؟ لان انا وجهه نظري ان اي تيتشر بيعرض نفسه على السوشيال ميديا المفروض يدي حصه فور فري مره واثنين وثلاثه لغايه ما الطالب اللي قدامه يحس انه مرتاح نفسيا ويحس بالسيستم بتاعك سيستم محترم، هيقدر يتجاوز السكور بتاعه من حته لحته اعلى وهكذا. وبالتالي ده اوفر ان اول، ده وجهه نظري في الناس اللي بتسالني كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى الواتساب في كل انواعه، بقى عمال يقول لي طب احنا نعمل ايه بقى الترايل اللي جايه. هو ده الحل الوحيد والمنطقي، ان حضرتك تدبل الافورت بتاعك. وانس انك عملت دبل افورت تبص على تيتشر كويس، والتيتشر ده تكون انت مرتاح له نفسيا، وفي نفس الوقت بيشتغل من حاجه اسمها classified examples according to official and real exams. يعني يكون المسائل اللي بيشتغلها كلها من الاوفيشال ريد اللي بيشتغل بالنسبه للماس بقى لا باندا ولا دكتور جون ولا الكلام دوت. وده هيفرق كتير جدا جدا مع مستواك. اتمنى اكون فدتكم، وباذن الله ان شاء الله الترايل اللي جاي تجيبوا سكور حلو ومحترم جدا. مستني تعليقاتكم.